السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المتابعين معايا زي ما بحب اشكرهم في كل فيديو، المتابعيني اول باول، المتابعيني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ثانيا فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل مكوة لحام في البيت لوقت الزنقة اللي نحتاجها في اي وقت ومفيش مكوة في البيت. هنحتاج لولاعة، تمام، وهنحتاج لحتة سلك نحاس زي كده، وهنحتاج لباكيت بلاستيك. هنتني السلك يا جماعة كده بالمنظر ده. هنتنيه كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، تمام. هنجيب الولاعة وهنلف عليه بلاستر هنا، اتني السلك زي ما انت عايز، بس اهم حاجة تبقى النار موجهة ليه زي كده، تمام. طيب ودلوقتي بقت تجربة فقط لا غير، يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين نقدر نستخدمها في اي حاجة. طبعا دي يا جماعة لوقت الزنقة فقط لا غير، يعني مش تبقى زي الأصلية طبعا، بس هي بتقضي غرضها. يعني نقدر نلحم بها سلكين، نقدر نلحم بها أي حاجة. أتمنى الفيديو يكون واضح والاستفادة منه طبعا. طبعا ما تنساش تشترك معايا على قناة الاختراع المصري محمد عادل لمتابعة كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.